يقول الله سبحانه وتعالى كما سمعتم في سورة الزخرف: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. الاستفهام هنا للنفي، يعني مش هم اللي بيقسموا رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وما المقصود برحمة الله عز وجل في هذه الآية؟ ارجع للآية اللي قبلها: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القريتين المعنيين هنا في مكة يعني الوليد بن المغيرة، وفي الطائف عروة بن مسعود. هم دول اللي هم كانوا كبراء القوم في مكة والطائف. يعني لو كان القرآن نزل على واحد من الاثنين دول يعني كان أولى. طبعا ده قول بعض المفسرين، وإن كان رحمة ربنا سبحانه وتعالى المعنية في هذه الآية تشمل كل شيء، تشمل النبوة، تشمل الرزق، تشمل العلم، تشمل الرحمة نفسها. تمام؟ أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم. الله سبحانه وتعالى مقسم الأرزاق، والأرزاق شتى. العلم ده رزق، العلم رزق، الصحة رزق، الأولاد رزق، الزوجة الصالحة رزق، المال رزق، كل هذا رزق. والذي قسم هذه الأرزاق ووزعها هو الله سبحانه وتعالى خير الرازقين، وقسمها الله سبحانه وتعالى ووزعها بحكمته. عارف كل واحد، عارف محمد ده يتعدل بإيه وما يتعدلش بإيه، عارف إبراهيم ده يتظبط حاله إزاي. ربنا سبحانه وتعالى يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى قسم كل واحد ومعيشته، فحري بنا من وراء هذه الآية أن نرضى، خاصة وأن الذي قدر هذه المقادير الله سبحانه وتعالى. وما سميت ليلة القدر بهذا الاسم إلا لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة يقدر مقادير العباد سنة قابلة، سنة قابلة. فالله سبحانه وتعالى اعرف كده واطمن أن ربنا سبحانه وتعالى مش هيكتب لك إلا الخير، لأنه سبحانه وتعالى كل أمره خير. أحن من أمك وأبيك تبارك وتعالى. هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الآية دي تقعد تفكر فيها تقول سبحان الخالق. ربنا سبحانه وتعالى قسم هذه الأرزاق وقسم الوظائف للعباد بطريقة يعني يندى لها الجبين. سبحان الخالق. ربنا خلى كل واحد يحتاج للتاني. هو ده معنى الآية. هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. كله محتاج للتاني. وربنا سبحانه وتعالى لما فضل بعضنا على بعض في مرفوع وفي مرفوع عليه، والمرفوع عليه مسيره هيبقى مرفوع، والمرفوع مسيره هيبقى مرفوع عليه. بمعنى صلى على الحبيب. ايوه، انت دلوقتي تيجي تقول لابنك ايه رأيك لما تبقى سباك؟ سباك ايه بقى الكلام ده؟ لا، دكتور، مهندس، تمام. وكل الناس تنفر من هذه المهنة، مع ان العمل الشريف يرفع له القبعة طالما انه حلال يرضي الله ومتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع له القبعة، عمل حلال. تمام. تيجي بقى تتزنق، خش الحمام، اسف يعني، تفتح المية تلاقي الخلاط طلع في ايدك. تمام.
تجيبها يمين تجيبها شمال ما تعرفش، تمام، تعمل فيها ابو العريف وتفتح اليوتيوب وتجرب العده ما فيش. سبحان الله، وتيجي تمسك العده حتى لو معاك ليها مهنه. خدت بالك؟ كل واحد سبحان الله ربنا اعطاه المجال واعطاه مهاره. لذلك انا قلت الكلام ده قبل كده، ان ربنا سبحانه وتعالى كل واحد ربنا وهب له نعمه مفضله على الغير، بس هو مش عارف يستغلها. تمام؟ يجي بقى صاحبنا بقى ده يقعد تليفونات ويقعد يلف على السباكين كلهم ويقعد يتحايل، وتشوفه وهو بيكلم السباك ويقعد ده ناقص بس يوطي ويبوس ايديه، تعالى طب في اي وقت. تمام؟ سبحان الله، اللي هو كان بيحقر المهنه دي دلوقتي بيستنشى، بس اول ما يشوفه رن تلاقي قلبه ايه ده، الحمد لله ايه اهو. طب هو ده حل. سبحان الله. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. وممكن مثلا اللي بيتصل عليه مثلا شيخ زي حالاتي ومحتاس، فجأة تدور الأيام وتلاقي السباك ده يقعد قدامي وأنا بقول الدرس. هو كان أفضل مني، تمام، في الأول في المهنة، وبعد كده بقيت أنا أفضل منه. تمام؟ هي دي ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات، يبقى مرفوع ومرفوع عليه ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. تخيل كده أخي الحبيب لو كلنا بقينا أغنياء. تمام؟ كلنا بقينا أغنياء، فلوس، أنا معايا فلوس زيك، أنا معايا عربية زيك، أنا ساكن في براك زيك، أنا معايا قصور، أنا كله زي بعض. تمام؟ طيب أعزك الله المجاري طفحت، يلا عم أحمد المجاري أنا أنزل أسلك طب ما تعملهاش أنت ليه؟ تمام؟ وده يرمي الهلب على ده وده وده وده، كله يتكابر على فعل هذا الشيء، يقول لك لا أنا ما انزلش أنا للمستوى ده. تمام؟ فسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى رضى عبد من عبيده بهذه المهنة لتتوازن الأمور فين؟ في الدنيا. له في ذلك حكم سبحانه وتعالى. تلاقي الغني محتاج له وهو محتاج للغني. ليه؟ عشان الكون يتحرك، ما ينفعش، هيقف الحال، هيقف. ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمة ربنا سبحانه وتعالى تشمل كل شيء، تشمل الرزق كما قلنا، تشمل النبوة وتقسيم الأرزاق ومقادير العباد. أحسن قسمة الله تبارك وتعالى. أما قسمة غيره فقسمة ضيزة ظالمة جائرة. قسمة الله سبحانه وتعالى الحق التي لا جور فيها، التي لا ظلم فيها، فيها حكمة، فيها نور، فيها الحق، فيها عدم الظلم. ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذه ليلة وترية حري بنا عباد الله أن نكثر فيها من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.